ما تيجي اقول لك على شويه حاجات لو لقيتيها في بدايه التعارف ما بينكم يا تاخدي بعضك وتمشي يا تخليكوا صحاب احسن. حاولي تركزي معايا وما تنسيش انك تحفظي الفيديو ده عشان انا واثق ان انت هتحتاجيه بعد كده. مش قصدي اخوفك او اقفلك من العلاقه، بس لازم تعرفي انا ليه بقول لك يا تمشي يا تخليكم صحاب احسن. علشان لو انت سبت نفسك لتيار المشاعر الحلوه اللي دايما بتكون في البدايات، لان غصب عنك هتتعلقي بيه شئتي ام ابيتي، هتلاقي نفسك بتحبيه ومش هتعرفي توقفي نفسك، وغصب عنك هتكوني ضعيفه تجاه رغباته. طيب تعالى اقول لك على اول حاجه وانت في بدايه العلاقه يخبطك شعور وسط حلاوه البدايات ان جواه فارغ. بمعنى ايه جواه فارغ؟ انه مش بيتكلم معاكي عن بكره وانت موجوده معاه فيه، بس عايز يكلمك، يخرج معاكي، يسهر معاكي على التليفون، من الاخر كده عايز يقضي معاكي لحظات جميله وخلاص. وانت يا حزينه عايمه لا بتبقي طايله سما ولا ارض، واحيانا من سذاجتك وتبتك بتتلاشى تماما الكلام عن المستقبل وبكره مع الشخص ده. تاني حاجه لو حسيتي منه ان هو متلاعب. يعني ايه بقى متلاعب دي؟ لو حسيتي منه ان هو بس عاشق للحظه اللي انت بتكوني موجوده معاه فيها، انما بمجرد ما بتقفلي معاه السكه لو انت كنت معاه على التليفون او بتنتهي المقابله لو انت كنت بتقابليه، بتحسي انه اختفى تماما من يومك وكانه فص ملح وداب. ولو جيتي سالتيه يقول لك حبيبة قلبي معلش اعذريني انا مشغول جدا بس اليومين دول. تالت حاجه لو تعدت مده العلاقه ما بينك وما بينه ال3 شهور ولاقيه ما زال مصمم ما يتكلمش معاكي عن بكره وعامل نفسه يعني قال ايه مش واخد باله، فانت هنا لازم تستخدمي حق من حقوقك وتساليه وتقولي له حبيبي احنا امتى ممكن يكون في خطوة رسمي في حياتنا؟ لو لقيتي اجابته ان شاء الله بس اخلص جيش، ان شاء الله اخلص كليتي، ان شاء الله اخلص اي حاجه. لو حسيت ان هو بيموه وبيجلي في الكلام، لو لقيتي اجابته اجابه من الاجابات اللي انا قلتها لك دي، تاكدي ان انت شويه وقت وهو هيحقق فيكي رغباته هيمشي. طيب لو كان فعلا عايزك مش هيسمح لك ولا يديلك الفرصه انك تطلبي منه طلب زي ده، مش هيسمح لك انك تطلبي تقييم للعلاقه ما بينك وما بينه، علشان لو هو فعلا جد هو من تلقاء نفسه اللي هيطلب يكلم باباكي مامتك اخوكي، لانه هيكون رافض انه يعيش معاكي حياته في الضلمه. اكتبي لي بقى عندك في الكومنتات اتكلم معاكي عن بكره ولا لسه مستنيه يخلص جيش. وطبعا ما تنسيش انك تحجزي جلساتك اونلاين على انستجرام.